كده يا كابتن مدحت. يا رب يخليك، وتحيات الكباتن الكبار فاروق جعفر، مجدي عبد الغني، مصطفى يونس. كباتننا الكبار طبعا بسلم عليهم واشوفكم على خير قريب باذن الله. ان شاء الله. ضروري. مبروك نقطه يا ميدو ولا صوتك رايح. انا صوتي رايح من اول ما مسكت الزمالك، من اول يوم. ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يوفقك يا ميدو. قول لي يا كابتن ميدو، يعني طبعا في اكيد انت اتسالت السؤال ده، يعني النهارده اشراك 2 صغار السن في مباراه قمه امام بتروجيت، هل اعتبرتها مجازفه مخاطره لا قدر الله لو كنت اتغلبت النهارده؟ انت تعلم وسيد العالمين ان كنت الدنيا كلها هتقطع، انت فكرك ايه في المساله دي يا كابتن ميدو؟ كابتن مدحت، اول حاجه انا اللي بعمل الشغل بتاعي وما بيهمنيش الناس اللي بتتكلم بتقول ايه، ده ما انا شايف الكلام اللي بعمله صح. لازم الناس تفهم ان انا عندي مباراه كل 3 ايام، وعندي مباريات مضغوطه في افريقيا، فلما يكون عندي لعيب زي فتح الله واحمد سمير، لعيبه اساسيين عندي عمرهم 32 و33 سنه، لو لعبتهم كل مباراه على شهر 3 اللعيبه دي هتقع مني، مش هلاقي ولا لعيب معايا. فلازم، وفي نفس الوقت يا كابتن مدحت لازم الناس تفهم ان انا لما نادي الزمالك جابني طلب مني المنافسه على البطولات والتخطيط للمستقبل. فانا النهارده عندي لعيبه صغيره مميزه في الناشئين، لازم اديهم فرصتهم. امتى هندي فرصه للعيبه الصغيره بتاعتنا؟ صحيح انا بتفق ان في مباريات كبيره ممكن، يعني مباريات كبيره ممكن ما يكونش الوقت المناسب الدفع بيها في الناشئين، لكن انا في وجهه نظري ان الناشئ الجيد هو من يبدا في مباراه كبيره. والنهارده يوسف لولا ظروف المباراه انا عمري ما كنت هخرجه، لان انا كنت زعلان جدا وانا مخرجه، لكن انا اضطريت ان انا اغير طريقه اللعب ل 4-2-3-1 وطريقه اوديه ناحيه الشمال، وده مش مكانه، فكنت هظلمه لو سبته في الملعب. فكان لازم انزل دومينيك، لعيب عنده سرعات، لعيب يرجع لي عمرو حسن في الحته دي، ونجحنا فيها بشكل كبير جدا. قوي لا هو فرق دومينيك يعني المدافع كتير يعني. اقنعنا جدا، لكن بالنسبه لاوباما انت شايف ايه امكانياته اللي احنا هنشوفها بعد كده؟ يوسف اوباما ده امكانياته اللي احنا ما شفناهاش النهارده. لا ده لعيب كويس جدا يا كابتن، ده لعيب اساسي في منتخب الكابتن علاء ميهوب، ولعيب كويس جدا، راس حربه مميز جدا، بيتحرك بشكل جيد. النهارده ظروف المباراه ما خدمتوش، يعني هو بدا بشكل جيد، لكن انا عمري ما كنت هطلعه من الملعب لغايه الدقيقه 60-65 لو كانت ظروف المباراه طبيعيه، لكن النهارده افترض واحد كابتن مختار سحب راس حربه وزي يزود نص الملعب. لازم الناس برضه تفهم ان انا كابتن مدحت ان كل مباراه كابتن مختار كان بيتفوق فيها على نادي الزمالك كان بسبب ان هو، احنا اتفرجنا على الماتشات اللي فاتت كلها اللي لعبها قدام نادي الزمالك، ان هو كان بيزود عدد لعيبه نص الملعب، وبيعتمد ان هو يبقى عنده لعيب زياده في نص الملعب ويستحوذ على نص الملعب. فالنهارده لعبت له 4 لعيبه في نص الملعب، لعبت دايما ب4 لعيبه زيه، وبدات يا كابتن مدحت النهارده جبنا جون في اول دقيقتين، وبعد كده ضيعنا هدفين لو جبناهم الماتش شكله مختلف. لكن ده احد الدروس، ان احنا اضاعه الاهداف مع استقبال هدف من كره ثابته، الناس محفظين الناس المان تو مان في الاسبوع اللي فات كله، ونستقبل هدف بالشكل ده. الحمد لله ان احنا قدرنا نرجع للمباراه ونرجع ل 2-2. املك حاضر يا كابتن مجدي، يعني بقى بعد سؤالي ده كابتن مجدي هسالك سؤال. املك يا كابتن ميدو فيما يتعلق بالشكل الفني في الملعب، يعني احنا شفنا المنيا الحقيقه الفرقه بتاعتك لعبت كره انجليزي قصيره جميله جدا، برغم ان النتيجه 1-0 بس وانت ضيعت 3-4 اهداف، لكن الشكل كان مختلف. النهارده يمكن الشكل مختلف عن مباراه المنيا، انت املك تشوف اداء الزمالك شكله ايه في الملعب؟ احنا طريقه لعبنا يا كابتن مدحت ان احنا زي ما الناس شافت ان احنا بنبدا الهجمه بشكل جيد، عندنا لعيب نص الملعب الارتكاز بيسقط في وسط السيرفكين وبيلعبنا كوره، هي دي الطريقه اللي احنا عايزين نلعب بيها. لكن النهارده كان اضطرينا نلعب بشكل مختلف عشان نوائم طريقه كابتن مختار، لان كابتن مختار وطريقه فرقه بتروجيت لو سبت لها لعيب زياده في نص الملعب هيستحوذ على نص الملعب، فعشان كده كان ضروري ان احنا نلعب بفرودين وواحد تحتيهم. فلست وبعد الطرد كان لازم اغير زي ما انا قلت، لكن يا كابتن مدحت لازم نعرف ان احنا لولا طرد نور السيد احنا كنا كسبنا المباراه، لان انا لو نور السيد موجود مكمل في الملعب 90 دقيقه كنت هنزل راس حربه ثاني والعب 4-4-2 الصريحه وادخل دومينيك في القلب وانزل مصطفى فتحي ناحيه الشمال، ده اللي انا كنت شغال عليه. لكن طرد نور السيد اضطريني ان انا كان لازم انزل هاني سعيد عشان اظبط نص الملعب ثاني، لان انا ما كنتش اقدر العب بمؤمن وعمر في نص الملعب. الجزء الاخير هو ان حازم امام ما يقدرش يديني 90 دقيقه، انا كنت عارف من قبل المباراه ان هو راجع من الاصابه يديني 65-70 دقيقه بس، فكان حاجتين انا عارف ان هو مش هيكمل معايا بنفس المستوى. تاني حاجه كنت خايف عليه يا كابتن مدحت ان هو يتعور، لان انت زي ما انت عارف راجع من الاصابه، مع ان هو يلعب على الضغط ده ممكن عادي جدا ان هو يصاب مره ثانيه، وانا محتاجه طبعا في المباراه القادمه. صحيح. طيب ميدو، يعني فكرك انت راجل بتحب المواهب وبتحب اللعيبه الموهوبه، فكرك ايه في انك ما دفعتش بمحمد ابراهيم بالرغم ان هو
انت تعلم انه لعيب مميز جدا يعني. طبعا يا كابتن مجدي، محمد ابراهيم لعيب اساسي عندي، لكن النهارده لما بلعب براسين حربه وواحد تحتيهم، كان لازم اختار لعيب بيجيد الضغط على احمد الشناوي اللي هو بيعتمدوا عليه في بناء الهجمه. فالنهارده كان عندي اختيار ما بين محمد ابراهيم ومكان مؤمن زكريا. مؤمن زكريا لعيب الورك ريت بتاعه او المجهود البدني بتاعه عالي جدا، بينفذ الضغط بشكل عالي جدا، عشان كده اخترت ان هو يلعب بالشكل ده. ثاني حاجه يا كابتن مجدي، النهارده اول مره بنشوف نادي الزمالك عنده دكه بدلاء محترمه. احنا النهارده عندنا في دكه البدلاء دومينيك واحمد علي ومحمد ابراهيم وهاني سعيد واسلام عوض ومصطفى فتحي. ده غير اللي بره. ده غير اللي بره وغير اللي مشي. انا كنت معتمد يا كابتن مجدي ان انا الشوط الثاني لو الماتش مشي بشكل طبيعي ان احنا يبقى عندنا بدلاء ينزلوا يغيروا اللقاء في اي وقت، وكانت دي نقطه ادفانتج او نقطه قوه بتفرق عني عن بتروجيت. صحيح صحيح. بالتوفيق يا ميدو ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن ميدو. توفيق يا ميدو، ربنا يكرمك ان شاء الله ويوفقك. عشان كالعاده الوقت الحقيقه هنا في الفضائيه المصريه بيجري جدا، طبعا احنا عايزين نقعد معاكم ساعتين ثلاثه على الاقل، بيدونا ساعه واقل شويه، فاحنا قد ما نقدر بنبقى مركزين اوفر. فهناخد بسرعه الماتشين بتوع النهارده. الاسماعيلي ووادي دجله هنبداه النهارده. وادي دجله بيحقق فوز عريض على الاسماعيلي في ملعبه، طلعوا من الملعب لغايه الدقيقه 60 65 لو كانت الظروف المباراه طبيعيه، لكن النهارده اطرد واحد، كابتن مختار سحب راس حربه وزي يزود نص الملعب. لازم الناس برضه تفهم ان انا كابتن مدحت ان كل مباراه كابتن مختار كان بيتفوق فيها على نادي الزمالك كان بسبب ان هو، احنا اتفرجنا على الماتشات اللي فاتت كلها اللي لعبها قدام نادي الزمالك، ان هو كان بيزود عدد لعيبه نص الملعب وبيعتمد ان هو يبقى عنده لعيب زياده في نص الملعب ويستحوذ على نص الملعب. فالنهارده لعبت له 4 لعيبه في نص الملعب، لعبت دايما ب4 لعيبه زيه، وبدات يا كابتن مدحت النهارده جبنا جون في اول دقيقتين، وبعد كده ضيعنا هدفين لو جبناهم الماتش شكله مختلف. لكن ده احد الدروس، ان احنا اضاعه الاهداف مع استقبال هدف من كره ثابته، الناس محفظين الناس المان تو مان في الاسبوع اللي فات كله، ونستقبل هدف بالشكل ده. الحمد لله ان احنا قدرنا نرجع للمباراه ونرجع ل 2-2. املك حاضر يا كابتن مجدي، يعني بقى بعد سؤالي ده كابتن مجدي هسالك سؤال. املك يا كابتن ميدو فيما يتعلق بالشكل الفني في الملعب. يعني احنا شفنا المنيا الحقيقه الفرقه بتاعتك لعبت كره انجليزي قصيره جميله جدا، برغم ان النتيجه 1-0 بس وانت ضيعت 3-4 اهداف، لكن الشكل كان مختلف. النهارده يمكن ان انا لما نادي الزمالك جابني طلب مني المنافسه على البطولات والتخطيط للمستقبل، فانا النهارده عندي لعيبه صغيره مميزه في الناشئين، لازم اديهم فرصتهم. امتى هندي فرصه للعيبه الصغيره بتاعتنا؟ صحيح انا بتفق ان في مباريات كبيره ممكن، يعني مباريات كبيره ممكن ما يكونش الوقت المناسب الدفع بيها في الناشئين، لكن انا في وجهه نظري ان الناشئ الجيد هو من يبدا في مباراه كبيره. والنهارده يوسف لولا ظروف المباراه انا عمري ما كنت هخرجه، لان انا كنت زعلان جدا وانا مخرجه، لكن انا اضطريت ان انا اغير طريقه اللعب ل 4-2-3-1 وطريقه اوديه ناحيه الشمال، وده مش مكانه، فكنت هظلمه لو سبته في الملعب. فكان لازم انزل دومينيك، لعيب عنده سرعات، لعيب يرجع لي عمرو حسن في الحته دي، ونجحنا فيها بشكل كبير جدا. قوي لا هو فرق دومينيك يعني المدافع كتير يعني. اقنعنا جدا، لكن بالنسبه لاوباما انت شايف ايه امكانياته اللي احنا هنشوفها بعد كده؟ يوسف اوباما. يوسف اوباما ده امكانياته اللي احنا ما شفناهاش النهارده. لا ده لعيب كويس جدا يا كابتن، ده لعيب اساسي في منتخب الكابتن علاء ميهوب، ولعيب كويس جدا، راس حربه مميز جدا، بيتحرك بشكل جيد. النهارده ظروف المباراه ما خدمتوش، يعني هو بدا بشكل جيد، لكن انا عمري ما كنت كده يا كابتن مدحت. يا رب يخليك، وتحيات الكباتن الكبار فاروق جعفر، مجدي عبد الغني، مصطفى يونس. كباتننا الكبار طبعا بسلم عليهم، واشوفكم على خير قريب باذن الله. ان شاء الله. مبروك نقطه يا ميدو ولا صوتك رايح؟ انا صوتي رايح من اول ما مسكت الزمالك، من اول يوم. ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يوفقك يا ميدو. قول لي يا كابتن ميدو، يعني طبعا في اكيد انت اتسالت السؤال ده، يعني النهارده اشراك 2 صغار السن في مباراه قمه امام بتروجيت، هل اعتبرتها مجازفه مخاطره لا قدر الله لو كنت اتغلبت النهارده؟ انت تعلم وسيد العالمين ان كنت الدنيا كلها هتقطع، انت فكرك ايه في المساله دي يا كابتن ميدو؟ كابتن مدحت، اول حاجه انا بعمل الشغل بتاعي وما بيهمنيش الناس اللي بتتكلم بتقول ايه، ده ما انا شايف الكلام اللي بعمله صح. لازم الناس تفهم ان انا عندي مباراه كل 3 ايام، وعندي مباريات مضغوطه في افريقيا، فلما يكون عندي لعيب زي فتح الله واحمد سمير، لعيبه اساسيين عندي عمرهم 32 و33 سنه، لو لعبتهم كل مباراه على شهر 3 اللعيبه دي هتقع مني، مش هلاقي ولا لعيب معايا. فلازم، وفي نفس الوقت يا كابتن مدحت لازم الناس تفهم، انما حاجتين، انا عارف ان هو مش هيكمل معايا بنفس
للمستوى. تاني حاجه كنت خايف عليه يا كابتن مدحت ان هو يتعور، لان انت زي ما انت عارف راجع من الاصابه، مع ان هو يلعب على الضغط ده ممكن عادي جدا ان هو يصاب مره ثانيه، وانا محتاجه طبعا في البطولات القادمه. صحيح. طيب ميدو، يعني فكرك انت راجل بتحب المواهب وبتحب اللعيبه الموهوبه، فكرك ايه في انك ما دفعتش بمحمد ابراهيم بالرغم ان هو انت تعلم انه لعيب مميز جدا يعني؟ طبعا يا كابتن محمد ابراهيم لعيب اساسي عندي، لكن النهارده لما بلعب براسين حربه وواحد تحتيهم، كان لازم اختار لعيب بيجيد الضغط على احمد الشناوي اللي هو بيعتمدوا عليه في بناء الهجمه. فالنهارده كان عندي اختيار ما بين محمد ابراهيم ومكان مؤمن زكريا. مؤمن زكريا لعيب الورك ريت بتاعه او المجهود البدني بتاعه عالي جدا، بينفذ الضغط بشكل عالي جدا، عشان كده اخترت ان هو يلعب بالشكل ده. ثاني حاجه يا كابتن مجدي، النهارده اول مره بنشوف نادي الزمالك عنده دكه بدلاء محترمه. احنا النهارده عندنا في دكه البدلاء دومينيك واحمد علي ومحمد ابراهيم وهاني سعيد واسلام عوض ومصطفى فتحي. ده غير اللي بره. ده غير اللي بره وغير اللي مشي. انا كنت معتمد بشكل مختلف عن مباراه المنيا. انت املك تشوف اداء الزمالك شكله ايه في الملعب؟ احنا طريقه لعبنا يا كابتن مدحت ان احنا زي ما الناس شافت ان احنا بنبدا الهجمه بشكل جيد. عندنا لعيب نص الملعب الارتكاز بيسقط في وسط السيرفكين وبيلعبنا كوره. هي دي الطريقه اللي احنا عايزين نلعب بيها. لكن النهارده كان اضطرينا نلعب بشكل مختلف عشان نوائم طريقه كابتن مختار، لان كابتن مختار وطريقه فرقه بتروجيت لو سبت لها لعيب زياده في نص الملعب هيستحوذ على نص الملعب، فعشان كده كان ضروري ان احنا نلعب بفرودين وواحد تحتيهم. ثلاثه وبعد الطرد كان لازم اغير زي ما انا قلت. لكن يا كابتن مدحت لازم نعرف ان احنا لولا طرد نور السيد احنا كنا كسبنا المباراه، لان انا لو نور السيد موجود مكمل في الملعب 90 دقيقه كنت هنزل راس حربه ثاني والعب 4-4-2 الصريحه وادخل دومينيك في القلب وانزل مصطفى فتحي ناحيه الشمال. ده اللي انا كنت شغال عليه. لكن طرد نور السيد اضطريني ان انا كان لازم انزل هاني سعيد عشان اظبط نص ملعب ثاني، لان انا ما كنتش اقدر العب بمؤمن وعمر في نص الملعب. الجزء الاخير هو ان حازم امام ما يقدرش يديني 90 دقيقه. انا كنت عارف من قبل المباراه ان هو راجع من الاصابه يديني 65-70 دقيقه بس، فكان